هذا الملحد تحدى الله بمعجزة يراها أمام عينيه لكي يدخل بالإسلام، والذي حصل معه في الأخير صدم الجميع. اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك دائما كل جديد، وشاهد ماذا حدث لهذا الملحد عندما علم بموت صديقه بمرض السرطان. فكر وقال: معقول حياتنا هكذا، أكل وشرب ونوم ثم نموت؟ وفي الأخير حكى قصته لصديقه المسيحي، فقال له ذلك الصديق: ليس لك إلا الإسلام. قال له: مجنون أنت، أنا أقرأ عن الإسلام. فحكى له: خذ هذا القرآن وجرب. فأخذ القرآن الكريم وذهب إلى البيت، فعندما وصل بيته فتح الشباك وقال: يا رب الإسلام، إذا الإسلام هو دين الحق فبين لي برق بالسماء أو شعاع حتى يتبين لي أنه الحق. ظل ينتظر بالمعجزة ولم يحصل أي شيء، لكن لما فتح القرآن الكريم هنا حدثت المعجزة. وجد نفسه يقرأ في آية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فصعق من الذي قرأه ودخل فورا بإسلام. هذه الآية الكريمة التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد أنزل الله علي الليلة آية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه. فسبحان الله، هذا ذلك الملحد إلى هذه الآية بالتحديد وتدبرها، فكانت سببا في دخوله الإسلام. وبذلك ندعو الجميع بالنزول لقسم التعليقات أسفل هذا الفيديو وكتابة الله أكبر. وإن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل بوضع إعجاب له، واشترك في القناة ليصلك دائما كل جديد.